السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، تنعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة العربية كلها بخير، اللهم امين. لو بينا النهاردة، لو عندك لفة جلاش متكسرة ومش عارفة هتعملي فيها ايه، تعالوا بينا النهاردة نشوف هنعمل فيها ايه. طبعا هي كانت متكسرة خالص مني في الفريزر، كانت انهبدت مني على الأرض واتفرفتت، فأنا كملت عليه نعمل بيها أحلى حاجة حلوة. نجيب صينية بعد ما قطعناها نفرطها فيها كده، نفرفرها حلو من بعضها، ما نخليش فيها ايه حتت ملفوفة في بعضها. دي اهم حاجة عشان ميبقاش فيها حتت طرية. خليها ورق ورق حلوة كده، موركها حلوة كده. وهنيجي نجيب صينية تانية نحط فيها مادة دهنية، دي شوية سمنة بلدي. لو حابة تحطي زيت على سمنة عادي مفيش مشكلة. وهندهن الصينية بتاعتنا حلو. هي على فكرة لفة الجلاش بتاعتي كانت عايزة صينية صغيرة عندي، فهنتينا حلو كده وهننزل فيها الجلاش بتاعنا. الورق بتاعنا كده حلو، ان بعد ما خلينا فرفتناها حلو كده، يعني مش منعمينها جو برضو. لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم وعلينا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا هتعملها كده، فرطة كل شوف انا يعني بحاول ان انا ما اخليش فيها حتة ملفوفة في بعضها او ورقتين ملفوفين في بعض، على قد ما اقدر اعملها من بعضها. طبعا بعد ما عملناها حلو كده يا حبايبي، تخليش حاجة برضو على الحروف باينة قوي. واجعة منك على الحروف، يعني اللي باينة على الحرف دي تدخلها الصينية حلو عشان ما تبانش منك قوي تنحرق في الفرن. وهتكوني مسخنة فرنك، وربع ساعة بس هيكون الصينية بتاعتك طلعت منه تحت الشواية او على العرسة من تحت. وهنسقيه السمنة بتاعتنا حلوة كده. طبعا انا مسايحة السمنة دي يا حبايبي، هنسقيه حلو كله، مش هنسيب فيه حتت ما خدتش سمنة. واحدة واحدة بالراحة كده، بالمعلقة او بالفرشة او اي حاجة عندي. لا اله الا الله. طبعا انا مسخنة فرني من قبل كده، سايباه والع من اول ما بدأت اعملها. هبطها النار شوية عشان ما يحماش جو الفرن الغاز العادي، مش البوتاجاز ولا حاجة ولا تحت الشواية. وهنزقها في الفرن، وهنعمل التشريبة بتاعت الشربات بتاع. دول كوبايتين لبن يا حبايبي، مجين صغيرين بتوع الشام، وكيس كريم كراميل. وهندوب المكونات دي في بعض، هنحط 3 معالق سكر. لا اله الا الله. وانا طبعا انا حطيت في اللبن ورقة فانيلي، تخلي ريحة الحاجة الحلوة ما شاء الله. هتفضي الكيس الكريم كراميل وهتقلبيه برضو على البارد كده معاكي في اللبن. ولو حابة تعمليها بالكسر برضو بالطريقة ديت مش وحشة، مش هتنسى حلاوت، على حسب ما انتوا عايزين او ولادك عايزين، وانتوا على حسب ذوقكم يا حبايبي، وانتوا كلكم ذوق. هنحطها على النار تغلي معانا، مش هتاخد وقت لما الجلاش بتاعنا يطلع. طبعا الجو برد، انت بتنزلي الحاجة من على النار على طول بتبرد، ما بتبرد على طول، ما بتاخدش وقت، يعني مش زي الحر. احنا ممكن نعمله التشريبة دي قبل ما نعمله الجلاش لو في الحر. طبعا نركب هتغلي معانا على النار، والحبيبات اللي في بتاعه الكريم كراميل تدوب كده وما مبقاش لها اثر، هننزله. مش هنسيبه يغيب، هننزله على طول، وهنسيبه على الرخامة يبرد، وهنشوف الجلاش بتاعنا زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. مفيش حاجة في المعلقة باينة خالص ان يكون فيها حبيبات.
هنطفي عليها النار وهنسيبه على الرخامة بتاعتنا يبرد عشان برضو ما يتنش على عين البوتاجاز سخن. وهنشوف الجلاش بتاعنا زي ما انتم شايفين خد اللون الحلو ده. انا زي ما قلت لكم كان عايز صينيه صغيره شويه، لفه الجلاش كانت عايزه صينيه صغيره عندي. طبعا الكريم كراميل بتاعنا برق، واذا جينا بيه جلاشنا كده وما هدرناش لفه الجلاش بتاعتنا واستنفعنا بيها وعملنا بيها حاجه حلوه. وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي. طبعا تاخد التشريبه بتاعتها تبرد شويه بس، تشربها شويه بس، وهنحط عليها الكيس الكراميل بتاعها، صوص الكراميل. ولو حابه تعملي صوص كراميل اللي بالزياده عندك وتعمليه عليه هيبقى حلو. وما شاء الله مجرمش من بره وطري من جوه، ما شاء الله عليه، مش هتنسى حلاوته. طبعا الجو بارد شويه، صوص الكراميل تقيل في الكيس، مش ما بينزلش جو. تنسوش لو وصلتوا معايا لغايه هنا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. كل سنه وانتم طيبين وتنعاد عليكم بخير، رمضان كريم. طبعا انا نزلت الكيس كله خساره بفلوس. نزلت اللي في الكيس كله يا حبايبي وعملته كده. لو حابين تعملوا ازيد شويه سكر وهتكرملوه وتعملوا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.